فهمني بس يعني ايه عقده بالنسبه لك؟ يا اسطى انا عايز اقول لك ان اخر نهائي جمع ما بين الاهلي وبيراميدز كان السوبر. احنا انسحبنا من الماتش ده، كسب بيراميدز واخد البطوله من بيراميدز. عايز اقول لك ان الاهلي واخد بطولتين نهائيين من بيراميدز، واخد كاس مصر من بيراميدز، واخد سوبر من بيراميدز. انا مش متاكد من المعلومه دي يا عم، هتغلطني في المعلومه دي، بس قول لي نهائي جمع ما بين الاهلي وبيراميدز وبيراميدز كسب الاهلي، مش عداء، مفيش الكلام ده. بصوا يا جدعان، بصوا يا جدعان، انا اقسم بالله العظيم انا بعشق حاجه اسمها زمالك، بس انا معكنن عليا في حياتي قد الفريق ده، وما في فريق يستاهل الاحترام قد الفريق ده. واي محاوله ان انت تقلل منه يبقى انت كده في حاجه غلط. ما تقللش منه، انت تتعلم منه، انت تشوف بيعمل ايه، انت تشوف ازاي تحول من 2 افريقيا ل 12 افريقيا بيدور على 13، انت تبص ازاي وصل لدوري 44 دوري، داخل على 44 دوري. سوبر افريقي، اكتر فريق افريقيا ياخد سوبر افريقي. دوري مصري، اكتر فريق في افريقيا واخد الدوري المصري. كاس مصر، اكتر فريق في افريقيا واخد كاس مصر. الدوري المصري، اكتر فريق في الدوله بتاعته واخد الدوري. طب اكتر فريق يلعب كاس الانديه الاهلي. طب ايه طيب يا اسطى؟ انت قفلت اللعبه يا ابني، يا ابني لما تيجي دوري ابطال اوروبا. الراجل ده بالنسبه لي المنجز، لخص الحوار كله في دقيقه واحده بس. ولكن بس انا عايز اكد له المعلومه اللي هو قالها، هو فعلا الاهلي واخد من بيراميدز كاس والسوبر اللي الزمالك انسحب منه. وزي ما انت بتقول ده اكتر فريق بتحترمه اللي هو النادي الاهلي طبعا. انا كمان كاهلاوي اكتر فريق بحترمه في الدوري المصري هو نادي الزمالك بلا منازع. انا نفسي الزمالك يبقى فايق يا جدعان، انا كاهلاوي عارف قيمه نادي الزمالك. انا نفسي الزمالك يبقى فايق ويبقى كويس، لان انا مش هعرف انافس مع حد غير نادي الزمالك. يبقى كويس واكسبه، فاتمنى ان الرساله ديت توصل ايا كان، وان نادي الزمالك يبص على الاهلي بيعمل ايه، بص على نجاح. عن الاداره اللي فاتت كان كل مشكلتها مع الاهلي ان هي ما بتبصش على نجاحها، هي كانت بس اهم حاجه عندها ان هي تفشل نجاحات الاهلي، ما كانتش بتركز على نجاحها هي. الاداره اللي موجوده ديت اداره محترمه، واتمنى ان هي تركز وتبص على نجاحها وترجع الزمالك لمكانته الطبيعيه ويرجع ينافس معانا تاني يا جدعان. بقى بيراميدز مين والناس نايمين.